النهاردة بتحتفل شيماء السينما الفنانة القديرة سميرة أحمد بعيد ميلادها، فهي من مواليد 15 نوفمبر سنة 1935 بمحافظة أسيوط. لها 7 أخوات من ضمنهم الممثلة الكوميدية الراحلة خيرية أحمد. اتنقلت الأسرة وسميرة لسه طفلة صغيرة للقاهرة، وبسبب مرض والدها اللي منعه من عمله اشتغلت هي وإخواتها البنات. وبالصدفة البحتة راحت سميرة أختها خيرية لمكتب ريجيسير عشان يشتغلوا كومبارس مقابل 50 قرش في اليوم. فبقى يختارها المخرجين علشان تعمل أدوار صغيرة، لكنها بسرعة قدرت تنجح وتاخد أدوار أكبر زي دورها في فيلم البنات والصيف سنة 1960 اللي حقق ليها شهرة كبيرة، لحد ما حصلت على أدوار البطولة وشاركت في أكتر من 80 فيلم. بسبب تجسيدها دور عامية في فيلم قنديل أم هاشم وخرساء في فيلم الخرساء تم إطلاق عليها لقب ممثلة العاهات. اتجوزت الفنانة سميرة أحمد 4 مرات، وكانت زيجتها الأولى من المنتج بطرس زريبات اللي اعتنق الإسلام علشان يقدر يتجوزها، وغير اسمه لشريف والي، لكن تم الانفصال بعد فترة من زواجهم. بعدها وقعت في حب الكاتب وجيه نجيب واتجوزته وأنجبت منه بنتها جليلة، لكن تم الانفصال. زواجها الثالث كان من المنتج أديب جابر، لكن بسبب مشاكل كتير حصلت بينهم قرروا الانفصال. المرة الرابعة والأخيرة كانت من المنتج صفوت غطاس، وقرر يعتنق الإسلام علشان يتجوزها. قول لنا إيه أكتر عمل فني بتحبه للفنانة القديرة سميرة أحمد بمناسبة عيد ميلادها؟